يا لهوي، ولادي عايزين ياكلوا كشري من بره والاسعار ولعت نار. طب ما تيجي انا اعمله لهم في البيت، وكل المكونات هلاقيها عندي. تعالي نشوفه كده. طبعا بيبقى احلى طبعا بكتير من بره. بصوا ايه اللذيذه دي، ومش معجن. تحسوه كده حاجه حلوه جدا. معلش التصوير بس وحش شويه، لكن المقادير تحفه تحفه جدا. اهو بصوا. بس فعلا الكاميرا مش عطيله حقه، لكن هو كان تحفة، طعم ولون وريحة وانا كمان دقته اهو. كان طعمه فظيع ميتشبعش منه. ندخلوا على المقادير ونشوفوا الطريقة. هنقطعه بصل جوانح رفيعة جدا، وهنديله رشة دقيق خفيفة ورشة ملح. اهو كمية البصل، طبعا الكمية اللي انتي عايزاها، اللي بيحب البصل طبعا. تديله رشة دقيق، متكترش اوي يعني، رشة ملح. تقلبيهم كويس جدا مع بعض، تسيبيهم مثلا زي 10 دقايق، حاجة زي كده يعني، بس لحد ما يتشربوا من بعض والدقيق يمسك على البصلة، عشان الدقيق هو اللي هيديها القرمشة دي، الكريسبي اللي فيها، تخلي كده طعمه حلو. وقال ايه العيال عايزين نجيبوه من بره. بس نركنه بقى حبة ونرجع نشوفوه. نكون حطينا طاسة زيت على النار. كتريه شوية لان الزيت ده هو اللي هتعتمديه في كل المقدار كله اللي جاي. وكده بعمل تيست للزيت اشوفه سخن ولا لا. ما نكتروش البصل في الزيت علشان ما يفضلش طري كده، عشان يقرمش معاكي حبه حبه حبه. او كتري انتي بقى الزيت، من الاحسن تكتري الزيت لانك هتعتمديه في كل الوصفه. بس كده، وتسيبيه لحد ما ياخد لون، تبداي تقلبي فيه. بس كمان حبه كده وتبداي بقى تطلعيه، علشان كل ما هيسود معاكي او كل ما هياخد لون كل ما هيمرر. اهم حاجه يعني ميبقاش ابيض، الابيض بيطرى، لكن اللون الذهبي ده. معلش التصوير ملخبط شويه، الكاميرا عندي مهيسه. العدس بجبه ده ما كانش عندي غيرهم دول، اروح اشتري مثلا، ده غالي جدا. احنا مخيين نمشي امورنا. وما كانش عندي حمص لان عيالي ما بيحبوش الحمص. نحطه رشه كمون ورشه ملح، تسيبوهم يغلوا يعني. كتري الميه لان العدس بياخد سوا كتير جدا. عفوا. او رشه الملح بس، وتسيبيه بقى مع نفسه، تديله تقليبه كده وتسيبيه مع نفسه. نعمله بقى الدقه. كوبايه ميه، نصها خل، دي عصرة ليمونة كبيرة، نحط معلقة توم كبيرة. هنا كنت لسه بشاور عقلي اكتر ولا انقصهم. هحط توم تاني لاني عملت اكتر يعني، العيال بيحبوها الدقة دي. معلقة كمون، نص معلقة كمون، نص كزبرة. عايزة تحطي فلفل اسود حطي، عايزة تحطي اي بهارات بقى عندك حطيها. شوية ملح. وهكمل بقى مية تاني. ممكن تديهم غلوة كده على البوتاجاز، تديكي طعم اكتر، بس انا بصراحة بحبه على البارد، ما بغلوهوش. بس هتزودي بقى حبة المية، عشان الخل برضو مفعوله بيبقى عالي قوي. بس دي بقى عند التكة الأساسية، عند الطماطم. تحطي فص ثوم معاها وشوية سكر، تضربيهم. تحطي طاسة على البوتاجاز فيها زيت البصل، خلاص هنعتمدوه. تحطي بصلة صغنونة متكونش كبيرة، وتقلبيها وخلي عينك معاها، عشان انا سرحت عنها فاتلدعت مني شوية.
تقلبي كده اهو، تسيبيها شويه تغيبي وتقلبي. انا طبعا غفلت عنها فاخدت لون. تنزلي برضو بفص ثوم. اهم حاجه الزيت بتاع البصل اللي احنا شوحناه. اول ما تطلع الريحه تنزلي بمعلقه صلصه كبيره، تقلبيها كده لحد ما تتكرمل معاهم. بس كده خدت اللون. تنزلي بالطماطم برضه على حسب الكميه اللي انتي عايزاها. بس اول ما تبدا كده تغلي تنزلي بتوابلك: شطه، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره، البهارات السبعه، ممكن تحطي ورق لورا. تعالوا بقى نعمله دقه الشطه. برضو زيت من بتاع البصل، تمام، مهم جدا، هو اللي هيحللكم من الطعم اصلا. تحطي بقى معلقه شطه كده محترمه. بس خلي بالك انا معاكي اطفال في المطبخ، لو انتي برضو لازم تعمليها من بعيد علشان هي حراقه جدا. واهم حاجه الاطفال يا جماعه، طلعوا الاطفال برا المطبخ خالص. بس اول ما تبدا كده تغلي تديها غلوتين كده ولا حاجه، انزلي بكبشه صلصه اللي انتي طبعا كنتي عاملاها. بس كده اهو، تقلبيهم وتسيبيهم يهدوا بقى مع بعضهم. هتلاقيهم تخنوا كده شويه، هيبقوا تمام. عايزه تزودي صلصه برضو تمام عادي، مفيش مشكله. بس وتركنيها وتجهزي الرز. تحطي كميه الشعريه اللي برضو اللي انتي عايزاها. اول ما خد اللون الذهبي الحلو ده ننزله بالرز. بس نقلبوه، نحطوا الميه بتاعته، نحطوا معلقه ملح كبيره. اظبطي يعني ملحك انتي كده عارفه المقدار اللي بتعمليه وعارفه هتعملي ايه طبعا. تمام اهو، كل حاجه كملت. معلش التصوير بيقطع، الكاميرا كانت مهنجه من الحر. درجه الحر هنا في سوهاج فظيعه يا جماعه، ربنا يرحمنا برحمته. طبعا هيقولوا مين المجنونه اللي عملت كشري في الحر ده، بس هو ده الشكل النهائي. بس ولا تزعلي ولادك ولا تهقري نفسك ولا تضيعي فلوسك بره. تعمل كشري تحفه جدا. المكرونه بعد ما تستوي متديهاش سوا جامد، تسيبي فيها تكه وتسيبيها في الميه شويه. بعد كده تصفيها وتحطي عليها زيت برضو من بتاع البصل. ده الرز اهو بعد ما استوى. بصوا مفلفل ازاي يا جماعه، شكله تحفه جدا، كان عايز يتاكل كده. بس بالهنا والشفا. واللي يعجبه الفيديو يا جماعه ياريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس، وياريت تضيفوا